بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن استخدام منظمات النمو في النبات، وخاصة العنب اللي هو رش الدورميكس أو المنظمات زي الجبريليك أسيد. الهرمون النباتي هو مواد عضوية تنتج طبيعي في النباتات بكميات ضئيلة أو قليلة تؤثر في النمو في أي عملية أخرى تؤثر في مكان غير المكان المخلقة فيه. منظمات النمو النباتي مركبات عضوية غير المواد الغذائية تشجع أو تمنع أو تحور العمليات الفسيولوجية في النبات. منها الدورميكس، ويرش بهدف التبكير في تفتح العيون وتبكير النضج في جميع المحاصيل، وخاصة العنب بعد المعاملة بالتقليم وقبل نضج العيون بفترة من 45 إلى 60 يوم، أو بهدف انتظام العيون أو نضوجها أو تفتحها بعد التقليم وقبل موعد النضج ب 30 ل 45 يوم. الدورميكس 5%، انه بنضيف 5 لتر زائد 100 لتر ماء على 30 سم مادة ناشرة، والرش على جميع العيون، وبعدها طبعا ب 15 يوم نرش رشة نحاس، وبعدها نرش رشة الجبرلين أسيد اللي هو 10% في الأصناف اللابذرية. طبعا رش العنب قبل التزهير أما يكون طول العنقود من 10 ل 12 سنتي للاستطالة. طبعا ده رش من 10 ل 15 بي بي ام تركيز الجبريليك، ورش العناقيد الزهرية عند تزهير 5% بتركيز 10 بي بي ام من الجبريليك. والسلام عليكم.